السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهاردة هنعمل مع بعض مكرونة بجد بطريقة سهلة وبسيطة، مش تاخد منك وقت خالص، تنفع معاكي غدا او عشاء. يلا نسمي الله ونقول المقادير. معنا كوباية لبن، ربع كيلو لحمة مفرومة، كوباية عصير طماطم، وبصلاية متقطعة بالشكل ده، وكوباية جبنة شيدر، فصين توم مفرومين. هجيب الطاسة واحطها على النار وهنزل بشوية زيت، عبارة عن 3 معالق كده. واول ما الزيت يسخن معانا هروح نازلة باللحمة. انا هنا استخدمت ربع كيلو لحمة علشان انا هعمل كيس واحد بس من المكرونة، عايزة تكتري كمية اللحمة زي ما انت حابة. وهنبدأ بقى نقلبها شوية في الزيت، تقليبها سريعة كده مثلا بالشكل ده كده. وبعد كده هننزل بالبصل نقلبه تقليبتين برضو حلوين كده لغايه لما يدبل معانا وريحته تطلع. وبعد كده اروح نازله بالفصين الثوم المفرومين. وبعد ما احط الثوم برضو هقلبه تقليبتين لغايه لما ريحته تطلع، واروح نازله بالتوابل، عباره عن معلقه صغيره فلفل اسمر، ومعلقه صغيره بابريكا، ونص معلقه زعتر. وبعد كده هنحط طبعا الملح بتاعنا، كل واحد حسب رغبته في الملح، واقلب كل ده كويس مع بعض. وبعد كده هنزل بكوبايه عصير الطماطم. وبعد كده هقلبها تقلبتين كده حلوين، وهبدا بقى اسيبها على نار هاديه تتسبك يا دوبك كده شويه معانا. في الوقت ده يبقى انا حاطه حله على النار فيها ميه سخنه بتغلي علشان اسلق المكرونه. كده احنا نسيبها على نار هاديه بالشكل ده كده. وهنا بقى الميه غليت معانا بالشكل ده، هبدا بقى احط المكرونه. انا هنا استخدمت مكرونه صدف اللي انتوا شايفينها دي، ممكن انت تستخدمي اي نوع مكرونه تاني، مش لازم النوع ده. والميه دي انا ضايفه عليها شويه ملح وشويه زيت. واول ما تبدا المكرونه تغلي وتنزل النشا بتاعتها هبدا هاخد منها كوبايه من ميه المكرونه، وهبدا بقى اركنها على جنب بالشكل ده. هي دوبك كوبايه بس. وهنا الطماطم بقت معانا بالشكل ده كده، هبدا بقى اضيف عليها كوبايه اللبن. لو انتي اللبن عندك كامل الدسم ما تحطيش قشطه، انا كان عندي اللبن مش دسم قوي فبدات احط معلقتين قشطه كده معاه عشان يديله دسامه كويس. وبعد كده هننزل بقى بالمكرونه. وطبعا هنا المكرونه سلقينها 3/4 سلقه، يعني مش علشان تكمل سواها طبعا في الصوص والحاجات الحلوه دي، طبعا عشان المكرونه تشرب من طعم الحاجات دي كلها مع بعض. وهقلبها كده شويه، وبعد كده هنزل بميه سلق المكرونه. وبعد كده خليها تغلي شويه على نار هاديه. وبعد كده اضيف عليها جبنه شيدر، اي نوع جبنه انت عايزاها، تحطي جبنه موتزاريلا، اي نوع انت عايزاه. طبعا نسيب كل حاجه تندمج كده كلها مع بعض، والمكرونه تنزل النشا بتاعتها والجبنه تسيح وهتتقل معانا بالشكل ده كده. هنبدا بقى نرش عليها رشه بقدونس صغيره تديكي شكل وطعم حلو. كده خلاص جهزت معانا وبقت معانا بالشكل القمر ده، فظيعه والله يا جماعه. بقلل المكونات وعملنا اكله تنفع معانا غدا، تنفع معانا عشاء. طبعا لو انت عندك كميه لحمه بسيطه، لو عندك برضو فراخ تنفع. بجد طريقتها فظيعه، تحسي كده ليها كانها مكرونه بالبشاميل، بس طبعا دي اسهل بكتير. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، بجد يا رب يعجبكم وما تنسيش تعملي لي لايك وشير ومتابعه للقناه عشان يوصل لك كل فيديوهاتي. واشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.